السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل دائما في آخر مستجدات يوسف عطال وقضية اعتقاله من قبل الشرطة الفرنسية. يعني بعض الإخوة هناك من راسلني وقال أنه تم إطلاق سراحه، ولكن نقول لك أنه مش معناتها إطلاق سراحه معناتها خلاص تهنى من القضية، وإنما اللاعب الدولي تاعنا أكيد نتكلم على يوسف عطال راهو ممنوع من مغادرة التراب الفرنسي. ونقول لك أيضا أنه وضع اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال لكي يسمع العام والخاص تحت الرقابة القضائية. يعني ماشي طلقوه معناتها خلاص راهو تحت الرقابة القضائية كأنما فعلا إرهابي. بالإضافة أن يوسف عطال نقول لك أنه ممنوع من مغادرة التراب الفرنسي. نقول لك أيضا إطلاق سراح اللاعب صحيح، لكن بكفالة قدرها 80,000 يورو، واللاعب عطال سيمثل أمام محكمة الجنايات في 18 ديسمبر المقبل. يوسف عطال أيضا كما يعلم الجميع أنه أوقف مساء الخميس وتم نشر الخبر يوم الجمعة كما ذكرت لكم أنا في فيديو، ويوسف عطال أوقفوه بسبب تافه اللي هو نشر فيديو على الإنستغرام يوضح أو يدعم فيه فلسطين ثم يحذفه بعد ذلك ويوضح وجهة رأيه، لكن منشور. شوفوا وين وصلوا. على كل حال أنا أعتقد أن هناك خلفيات وراء هذا التوقيف، ليس قضية لأنه الكل يعلم أنه مجرد لاعب وفقط، ليس بسياسي وليس بعميل وليس بجندي وليس عميل مخابراتي وليس سياسي سابق وليس دبلوماسي سابق، لاعب فقط انتقل من بارادو إلى بلجيكا ثم إلى فرنسا. لا أدري يعني كيفاش هذا راه محبين بالسيف يخلقوا قضية. على كل حال اللاعب راهو حر صحيح، لكن ممنوع من دخول أو ممنوع من الخروج من التراب الفرنسي إلى غاية 18 ديسمبر. السؤال اللي أنا أطرحه، هل هذا يمنع من قدومه للمنتخب الجزائري في هذه الفترة لأنه وتتزامن مع انطلاق التربص، لكن المحاكمة في 18 ديسمبر إن شاء الله ما تكونش كاين استئنافات، لأنه إن شاء الله هنا يتوقف كل شيء. ونصيحة دائما أعيد وأكرر، يا لاعبين في فرنسا عليكم بمغادرة التراب الفرنسي صراحة، لأن فرنسا أصبحت لا تحب الجزائريين. نقطة أول. السلام عليكم ورحمة الله.